المرأة التي تحدت العالم لن تصدق ما وراء الكواليس. الملاكمة البطلة إيمان خليف تعرضت لخطة دنيئة في فرنسا في واحدة من أغرب وأروع القصص هذا العام. قصة تروي كيف تحولت الملاكمة البطلة إيمان من الفقر إلى قمة المجد، وواجهت مؤامرة خبيثة في فرنسا بطريقة لم يتوقعها أحد. بدأت القصة في أولمبياد باريس، حيث تألقت إيمان وأطاحت بمنافساتها واحدة تلو الأخرى. لكن وراء الكواليس كانت هناك خطة تخلو من الروح الرياضية تهدف لإيقافها. خصومها حاولوا تشويه سمعتها من خلال شائعات بأنها ليست امرأة بل رجل، أملاً في طردها من الألعاب أو على الأقل تقليل عزيمتها. وفي لحظة لخصت كمية الضغوط التي تعرضت لها لم تستطع حبس دموعها، وانفجرت بالبكاء من شدة الضغوطات بعد تأهلها لنصف النهائي. كانت دموعها دموع قوة وإصرار وليس دموع ضعف أو استسلام. الرد الحقيقي كان عندما صمدت بكل عزيمة وإرادة حتى أسكتتهم جميعا، لتحصد أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ العرب في الملاكمة، مرسخة رقما يستحيل تحطيمه مستقبلا. أسقطت بطلة إيطاليا في 46 ثانية تلاه اكتساح لبطلة المجر ب5-0، ثم بطلة تايلاند بنفس النتيجة حتى النهائي أمام البطلة الصينية بعد الإنجاز التاريخي لأول مرة، ترد على كل من شكك بها برسالة واضحة قائلة: شرفي فوق كل شيء، أنا لا أعترف بكم، الميدالية الذهبية هي أفضل رد عليكم. لقد ولدت فتاة وتربيت كفتاة ودرست كفتاة وقاتلت كفتاة. أولئك الذين هاجموني من الواضح أنه كان هناك أعداء للمجد، لكن بدونهم لم يكن انتصاري لذيذا جدا. إيمان خليف أثبتت أن الإرادة والتصميم يمكن أن يتغلبا على أقصى التحديات. مبروك لبطلتنا على إنجازها التاريخي.